وين شيوخ الوقف السني؟ وين شيوخ الجوامع؟ شوف الصايغ بالانبار. هذا الشيخ مخطوب اطفال، بعد لا حد يدز ابنه للجامع. يعني هذا الاخ الاعلامي حقيقه دي يخبط معلومات، ويعني دي يشبك مثل ما نقول على قولته هنا لحيه بلحيه. تمام؟ فانت هسه انت قاعد توضح هذا بغض النظر. هسه بالنسبه لي بغض النظر عن الحادثه اللي صارت، وهاي الحاله اللي صارت حقيقه حاله فرديه يعني بالمجتمع، مثل ما نقول حالات الاغتصاب والزنا والسرقات موجوده بكل مكان. لكن اكو مساله صار تهجم حقيقه حلقات القران، حلقات تعليم القران. ليش؟ لانه معلمين القران زين هم اهل الله وخاصته. اللي يعلم القران هم اهل الله وخاصته، هؤلاء مطهرون حقيقه. ظهرت لنا حاله فرديه، هذا مو معناته انه الكل اسمه سواسيه، هذا ما معقول هذا الشيء. تمام اخواني؟ المساله الثانيه، الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يقول النبي عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه. فهذا المدرس وهذا المعلم وهذا الشيخ العالم الجليل من يعلم القران ما يطعن في هكذا، ما يفزع العالم يقول لهم لا تدزون اولادكم للمساجد، لا تدزون اولادكم لتعليم القران. بعد وين يدزوهم؟ اذا ما يعلمهم القران وين يدزوهم؟ انت ليش تشبش لحيه بلحيه؟ زين اكو سؤال ثاني ايضا اطرحه واتمنى الاجابه عليه. ليش هو معلمين القران هو شنو؟ بس احنا نعلم القران؟ هو بس احنا عندنا حلقات ما تعليم القران؟ ليش انتم ما عندكم حلقات ما تعليم القران؟ السؤال الاول هذا. السؤال الثاني: اذا ما عندكم حلقات تعليم القران معناته انه انتم تطعنون بالقران، فلا بارك الله في كل من يطعن في القران. اذا كان عندكم حلقات قران فانت قاعد توجه الكلام بصوره عامه، واحنا ما نسمح لك تتكلم على اي معلم للقران من اي مذهب، سواء كان شيعي سواء كان سني. ممنوع منعا باتا، دول معلمين القران ما حد يتجاوز عليهم. لذلك اخواني هذا الخطاب اللي دي يوجه هذا الاعلامي، هذا الخطاب خطر، هذا يفرق صفوف الشعب العراقي، واحنا ما بينا حيل بعد اكثر من هالمعاناه اللي نعانيها. فاوجه رسالتي الى من يسمع صوتي الان: مريت هذا الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مريت هذا الخطاب، وهذا الخطاب نحذر من عنده، نحذر من هذا الخطاب، نريد نوحد صفوف الشعب العراقي. حاله صارت حاله فرديه، ننتقد، نعم ننتقد، لكن لا يكون الكلام صوره عامه. لا تنتقد حلقات القران خط احمر. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا كتاب مطهر من 7 سماوات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوحد صفوف شعبنا العراقي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عراقنا الحبيب. جزاكم الله خير.